دي الفكره بقى، ان هي هل هي فعلا worth it ولا مش worth it؟ هل هي فعلا تستحق ان الواحد يشتغلها ولا لا؟ هنشوف النهارده ان شاء الله. زي ما احنا قلنا هدفنا ان احنا نعمل 150 دولار النهارده، فهنشوف هنقدر نعمل 150 دولار ولا لا، وهنشوف هنعملها في كام ساعه، ده الاهم. ماشي، خليكم معايا. صباح الفل. جيت على الدي دلوقتي عشان اجيب شويه حاجات كده انا طالباها مني اجيبها للبيت، ولسه ما جاليش ولا اوردر. بشوف هيجي لي اوردر ايه، ما جاليش ولا اوردر لحد دلوقتي على اوبر، فمستني. قولي لي بقى ايه اللي عايزين اجيبه للبيت. طيب، بدنا حليب. اه. وأول شيء مهون عند الخضرة، عند قسم الخضار. لا. طيب ممكن تروح على قسم الخضار ماشي. عشان أنا بعد 6 دقايق عندي ميتنج. طيب يلا. قسم الخضار. ماشي. الأول ايه. لا، يسار. ماشي. روح قدام شوي، لا روح يمين الناحية الثانية. أيوة، يسار. ماشي، وقف بقى يسار، ورجيني شو فيه. لا لا لا، هنا قصدك هنا. في طماطم هنا. فيش. في افوكادو. طيب روح محل ما طماطم، في طماطم. بصل ماشي. اهو. ده بكيف ده؟ البصل. اه. البصل ده اوكي، انا لسه جاي لي اوردر دلوقتي حالا من تشيك فيليه. تشيك فيليه هنا اصلا جنبي على طول، فعرفنا رنا عايزه ايه. عايزه بصل وطماطم وعيش وحليب. هنجيب الحاجات دي بسرعه وبعدين ايه نتكل على الله ناخد الاوردر. وين هاخدكم معايا الاوردر؟ يلا بينا، تعالوا معايا. يلا، اول حاجه عندنا اهو، عندنا البصل. ناخد البصل. لا شكله كويس صح، مفيهوش حاجه غلط. ماشي، خدنا ده. نيجي على الطماطم، ناخد طماطم. الطماطم دي كويسة، كلهم كويسين، مفيش حاجة بايظة. يلا تمام. نروح على الحليب، ناخد حليب. خدنا الحليب وناخد عيش. عايزين عيش. انا اصلا المفروض انجز دلوقتي عشان اروح اخد الاوردر، لان الاوردر تروح عليا اهو. اهو توست اهو، حلو جدا كده. يلا بينا. تشيك فيليه اهو. اول فلوج ليا انا ورانا جربنا تشيك فيليه، جربنا سونيك. لو شفتوش الفيديو هتلاقيه موجود في الديسكربشن تحت الفيديو هنا. يلا نخش ناخد الاوردر. استلمنا الاوردر، يلا بينا نوصله مع بعض. الاوردر هياخد معانا 8 دقايق بالظبط ان احنا نوصله. اوكي، الاوردر طلع توصيله هنا في المدرسة دي. قالت لي اسيبها على الكرسي جوه قدام الباب. حاجة استلم دلوقتي دواء. عندنا هنا في امريكا في حاجة اسمها درايف ثرو فارماسي، فباجي هنا جنب الشباك بقول لهم على الطلب اللي انا عايزه وتقدر تجيب لي الاوردر. الفكرة بقى ان انا بقعد استنى عشان يجي لي اوردر من اوبر. بياخد وقت كتير عشان يجي لي اوردر من اوبر، فانا بستنى كتير لحد ما يجي لي اوردر من اوبر. فدلوقتي يعني بعد الاوردر بتاع تشيك فيليه ما جاليش اي اوردر لحد دلوقتي، داخلين على نص ساعه ولسه ما جاليش الاوردر. جيت استلم الدواء وبشوف بقى يجي لي اوردر ما جاليش اوردر. بحاول اروح بقى المناطق اللي بتكون مثلا مشغوله عشان يجي لي اوردر عليها. بتبقى سي في اس فارماسي، بيبقى فيها الدرايف ثرو. ما اعرفش باقي فارماسيز فيها ولا لا، بس فكره حلوه يعني. انت بتيجي تاخد الادويه. على فكره من ضمن الحاجات اللي انا كنت مره وصلتها كان من دور داش، يعني ان انا وصلت مره برضو ادويه يعني من ويل جرين. وصلت ادويه. فالنهارده اهو احنا لغايه دلوقتي عاملين 10 دولار اهو. وفكره برضو ان التيبس ما بتنزلش على طول. يعني مثلا بيقول لك اول ما بتعمل اكسبت في الاول يقول لك مثلا 10 دولار، بعدين تلاقي مثلا جالك 5 دولار بس. طب ليه جالك 5 دولار بس؟ عشان لسه التيبس ما نزلتش دلوقتي. التيبس بتنزل بعديها بساعه. ليه بعديها بساعه؟ عشان ممكن الشخص نفسه يقرر ان هو يزود لك التيبس بس. فخليكم معايا، انا دلوقتي بفكر اروح الجيم، فممكن اروح الجيم شويه. وصلنا على الجيم، يلا بينا. لسه مخلص جيم، يعني بقالي عمال الف اهو حوالي 10 دقايق كده عمال الف.
ومفيش اي اوردر خالص بيجي، فربنا يبعت ان شاء الله خير يعني ان شاء الله. قعدت في الجيم حوالي ساعتين كده، كان بقالي كتير جدا ما بلعبش جيم، وبصراحه فشولت، فالواحد زعلان. اوحش حاجه يعني ان الواحد بيكون بيلعب جيم مثلا لفتره ويعمل فورمه حلوه، وبعدين مثلا يلاقي نفسه ان هو يجي له وقت كده ان هو وقت رمضان مثلا فما يعرفش يروح امتى. قبل الفطار صعب ان هو يروح خالص، وراه كذا حاجه يعملها، عباده وقرايه قران وغير شغله بقى ودراسته وكده، فصعب الواحد يكون بيروح الجيم الصبح. وبعد الفطار يا دوبك برضو الواحد يا دوبك برضو بيفطر من هنا وبيروح يصلي التراويح وبيقعد يقرا قران برضو. بس فدلوقتي اهو بشوف يجي لي اوردر لعله خير ان شاء الله. فالساعه دلوقتي 1:30 يا دوبك، يعني لو كده يا دوبك ان انا اروح البيت اذاكر شويه، عشان بحاول ان انا انظم يومي بحيث انه يبقى يومي يعني يبقى فيه كذا حاجه اعملها، طبعا غير مهامي اللي بعمله مع مراتي في البيت. غير كده طبعا الجيم اساسي، عايز اخليه حاجه اساسيه في اليوم. فالصبح بالنسبه لي يبقى معاك وقت حلو، في وقت كده الصبح خالص من الساعه 6 مثلا لحد الساعه 12 ابقى شغال اعمل ال6 ساعات دول مثلا، وبعدين اروح الجيم شويه، وبعدين اخلص اشتغل لي شويه كمان اوبر تاني او دور داش، وبعدين ارجع البيت اكمل مذاكره. بس هو الفكره انه الاوبر او دور داش مش زي ما انا عايز، يعني مش زي ما انا عايز بمعنى ايه؟ ان انا ممكن ما يجيليش اوردرز خالص، يعني ممكن افضل ساعه مثلا مستني اوردر يجي لي ما يجيليش، اقعد الف واروح وما يجيليش. فيها مناطق تانية يجي لي فيها اوردرز، بس المناطق دي بعيده قوي ان انا اروحها، مش بعيده قوي يعني ربع ساعه مثلا اروحها او 20 دقيقه مثلا عشان اروحها. وطبعا ده بترول، يعني لازم اخلي بالي برضو من صرف البترول، لان البترول لو انا عايز افول عربيه ب $40 مثلا عشان افولها، فانا مثلا يعني الاوردرز عشان اعمل $40 انا محتاج مثلا لا اما اوردر واحد زي امبارح مثلا حصل معايا انه جالي اوردر، هتلاقوا الفيديو ده هينزل بالانجليزي الفيديو ده عشان كنت بتكلم فيه انجليزي. يعني الاوردر اللي وصلته ساعتها جالي باكج ان انا اروح اوصلها، باكج واحده توصلها حاجه يعني هتوصلها وهتاخد $45. فانا فرحت فدوست على طول ايه اكسبت على طول. هو اصلا بيديك 10 ثواني، يعني لو انت ما دوستش في خلال 10 ثواني بيروح عليك الاوردر، يعني ممكن يجي لك تاني بعد كده بس ممكن ما يروح عليك خالص. تمام، فدوست بعدين اكتشفت بعد ما خدت الحاجه من الشخص رحت استلمتها منه، كانت 5 دقايق بالظبط مني يعني المكان اللي انا كنت فيه. بعد ما استلمتها منه لقيت ان انا قدامي يا لهوي ساعه و20 دقيقه عشان اروح للمكان. يعني رحت اصلا مدينه تانية خالص، رحت للوس انجلوس وانا كنت ساعتها في كليرمونت، فحوار يعني ساعه و20 دقيقه عشان اروح اوصل اوردر يطلع لي فيه $45 ما انا دفعتهم في البترول وانا رايح وانا جاي اصلا. يعني راحه جايه دي ضيعت البترول اصلا دفعته. يعني دي الفكره بقى، ان هي هل هي فعلا worth it ولا مش worth it؟ هل هي فعلا تستحق ان الواحد يشتغلها ولا لا؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه مع بعض، فهنكتشف ده مع بعض انا وانتوا، وانا عايزكم تقرروا انتوا كمان. هي حلوه ان انت تشتغل بوقت زي ما انت عايز، بس الفكره ان انت في افضليه طبعا. كل ما يكون الرانك بتاعك عالي، كل ما يكون الريت بتاعك عالي، حسب الرانك بتاعك والريت بتاعك على الابلكيشن نفسها انت وصلت كام اوردر بيبقى ليك الافضليه عن ناس ثانيه. لهوي كذا حيوان ميت على الارض وانا ماشي عمال اشوفهم. الباصم، عارفين الباصم؟ كذا باصم شايفه دلوقتي وانا ماشي ميتين على الارض، بيدوسوهم الناس، ما بيعرفوش يعدوا الشارع فبيدعكوا في العربيه، يعني ربنا يرحمهم يعني رحمته. فبس دي بتبقى من المشاكل اللي الواحد بيواجهها في الدور داش او اوبر، ان انت ما بيجيلكش اوردرز زي ما انت متخيل، فلازم تستنى ولازم تشوف امتى ممكن يجيلك اوردرز. فدي من الحاجات الصعبه. فشكله كده ما جاليش ولا اوردر لحد دلوقتي وانا بكلمكم، فبالتالي كده كفايه. مش هعمل دور داش النهارده، مش هعمل اوبر النهارده ولا دور داش، يا دوبك اروح اذاكر شويه بقى، اذاكر لي شويه حبه كده حلوين. النهارده انا حاطط هدف ان انا اعمل $150 من اوبر والدور داش مع بعض. فلسه اول طلب جاي لي دلوقتي، هو جاي من ستاربكس، فتعالى ننزل ناخد الطلب من ستاربكس. Well, thank you. That's it. Have a good day. Peace be upon you. ده الاوردر اللي عندنا دلوقتي. كده خدنا الاوردر، هنروح نوصله دلوقتي للمكان اللي احنا المفروض نوصله ليه. يلا خليكم معايا. بصوا يا جماعه، ستاربكس الناحيه الثانيه اهو، تمام، اللي هو قدامي ده على طول. المكان اللي المفروض اوصل فيه الاوردر هنا. يعني يعني الشخص اللي طلب الاوردر كان مكسل جدا ان هو ايه يعدي بس الشارع يجيب الاوردر ويرجع. حلو عادي يعني، رزق الحمد لله رب العالمين يعني. فالاوردر ده $6. هشوف هناخد تبس ولا مش هناخد تبس. العربيه فيها مشكله بقالها فتره، كل شويه العجله اللي على الشمال كل شويه اللي ورا فيها كل شويه بتفضي الهواء اللي فيها، فتقريبا خلاص يعني لازم اجيب عجله جديده دلوقتي.
فبعد ما خلصت الاوردر بتاع الستاربكس ما جاليش ولا اوردر لحد دلوقتي. ما جاليش، مش فتره كبيره يعني كام دقيقه، ممكن يكون 4 دقايق 5 دقايق يعني. المكان مش بعيد من المكان اللي هجيب منه العجله. والحلو هنا انت لما بتشتري التاير، تشتري الكاوتش يعني العربيه، كاوتش العربيه، انت تسموه كاوتش العربيه صح؟ السوريين بيسموه الدولاب، المصريين بيسموه الكاوتش بتاع العربيه. الدول العربيه التانية بتسموه ايه يا جماعه؟ فدلوقتي هنزل اجيب كاوتش عربيه. انا دلوقتي هنا عند وول مارت ورايا اهو. في وول مارت الحلو فيه ان هم بيعملوا لك بتشتري انت التاير وبيركبوا لك هم، وبيشيكوا دايما الدواليب او الكاوتشات العربيه بيشيكوها دايما، يشوفوا الاير بريشر بتاعها، ضغط الهواء تمام ولا ايه الكلام، بيظبطوا لك ضغط الهواء في الكاوتشات. فقالت لي قول لي مقاس الكاوتش نفسه. ازاي واحد بيشوف المقاس؟ بيجي هنا، شايفين هنا مثلا 20555 R16، فهو 55 R16 ده هو ده المقاس على ما اعتقد يعني. حد بيعرف يقرا يا جماعه الكاوتش؟ هو ده 205 16 2519 16. طيب انا دلوقتي قدامي 3 اختيارات. عندي دوجلاس اول سيزون 205 ده ب $68 و3 سنين و8 شهور ورنتي، وده $70 و3 سنين و8 شهور ورنتي برضه دوجلاس تايرز. وده بقى اللي انا اخترته جودير، ده اللي انا جايبه اصلا قبل كده، فده ب $80 و5 سنين و4 شهور years ورنتي، او بيقعد يعني يقدر يقعد معايا 5 سنين 4 سنين مدة الاستخدام يعني. بس للاسف قالوا لي انه مش عارف، ما عندهمش البراند نفسه اللي هو جودير اللي انا كنت جايبه قبل كده، ما عندهمش يعني. قلت لهم طب انا عايز اي براند تاني، مفيش مشكله. اي انت عندك الكاوتش بتاعك مش عارف 91 في ده اللي انت حطيته اخر مره، ف 91 اتش اللي انت محطوط ده، يعني انا اكتشفت العربيه اصلا فيها 4 دواليب تقريبا مش زي بعض، مش عارف ايه 91 اتش و 91 في حاجات كده، تشوف الاير بريشر نفسه. فقالوا لي لا احنا ما ينفعش عشان فور سيفتي ريزون، عشان سلامتك يعني سلامه الناس يعني، احنا مش بنحط اي تايرز خلاص. فالتاير اللي المفروض يتحط للعربيه بتاعتك مش متوفر، فبالتالي مش هنقدر نساعدك في حاجه زي كده. بس والسلام عليكم. فدلوقتي انا ما عنديش حل غير اروح مكان تاني، فهشوف يعني اسيب العربيه شويه كده، اشوف اي تاير اللي فيه مشكله واحاول اظبط الموضوع ده باذن الله يعني. فبس دلوقتي بقى هنشوف هيجي لنا اوردر ايه. لغايه دلوقتي ما جاليش اي اوردر، يلا بسم الله كده شوف هيجي لنا اوردرز ايه. طيب الحمد لله رب العالمين، جاي دلوقتي اوردر تاني راح استلمه دلوقتي من فو ماي. ده فو ماي بيعمل اكل فيتناميز نودل اند جريل. هلو يا طيب استلمنا الاوردر اهو، والمكان بالظبط 4 دقايق من هنا، فدي حاجه جميله جدا. الواحد يعني بيفرح قوي لما بيكون الاوردر قريب من هنا، ساعات ما بيحدفوك في اخر الدنيا، فده كويس يعني 4 دقايق بس من هنا. فيا رب كل الاوردرز تبقى كده النهارده كده. فدلوقتي هنروح نوصل الاوردر، يلا بينا. طيب وصلنا للمكان، يعني الحمد لله المكان زي ما قلت لكم 4 دقايق بالظبط. الاوردر اللي واحده بتشتغل في محل تقريبا بتاع صالون، يعني صالون حريمي تقريبا. بص المنطقه دي، المنطقه اللي انا رحت لها دلوقتي، منطقه حلوه فيها مطاعم كتيره جدا وكافيهات، يعني منطقه حيويه جدا فيها كل حاجه تقريبا. فهو ده المكان، ستيسي لاشز نيل سبا. بص يا جماعه، لما تيجي توصلوا طلبات يعني دايما بتلاقي على حسب الشخص نفسه، يعني مثلا حد يقول لك سلم لي الطلب حاجه هستلمه منك، حد يقول لك لا سيبه لي قدام البيت، يعني في كده وفي كده، فعلى حسب بتلاقي كل حاجه مكتوبه لك، مكتوب لك المفروض تعمل ايه يعني. فدلوقتي ما جالناش ولا اوردر لسه، بنشوف كده وصلنا اوردرين. الاوردر ده المفروض كان مكتوب ان هو هيطلع لي عليه $7، واللي قبليه كان $6. هم ما بينزلوش دلوقتي مره واحده، فبيجي لي المبلغ الاول اللي هو مثلا $3 دلوقتي جات لي من الاوردر اللي فات، دلوقتي جالي $6 من الاوردر ده، فلسه في تيبس المفروض. الدور داش بيحط لك على طول التيبس والفلوس على طول مباشره، لكن اوبر بتخلي الموضوع اللي هو لا على حسب، ممكن مثلا بعد ساعه ينزل لك التيبس، ينزل لك اول حاجه الفير نفسه، ثمن اللي بيديهولك اوبر نفسه على الاوردر على الطلب، وبعدين بقى بتلاقي بعد كده بيجي لك التيبس بعدين، لكن دور داش بيديك على طول التيبس على طول مباشره. فهنشوف النهارده ان شاء الله، زي ما احنا قلنا هدفنا ان احنا نعمل $150 النهارده، فهنشوف هنقدر نعمل $150 ولا لا، وهنشوف هنعملها في كام ساعه، ده الاهم. ماشي خليكم معايا. بعد ما وصلت الاوردر الاخير ده قاعد بلف بقالي فتره، مفيش ولا اوردر بيجي خالص، مش عارف تقريبا عدى ربع ساعه ممكن نص ساعه كده، لسه مفيش اوردر خالص. الساعه دلوقتي 12 و6 دقايق، ان شاء الله يجي نشوف اهو. انا فاتح اوبر وهفتح كمان دور داش، بس دور داش مش بيديني
فرصه ان انا اعمل داش. مشكله دور داش ايه؟ ان انت لازم تكون عامل 200 اوردر، وصلت 200 دليفري يعني، وفي نفس الوقت كمان تكون عامل الاكسبتنس ريت بتاعك يبقى فوق ال 70%، فده يخليك تعمل داش زي ما انت عايز في اي وقت. فانا لسه ما وصلتش لده. انا وصلت، هقول لك انا وصلت لكام. انا عامل 178 اوردر دليفري، والاكسبتنس ريت بتاعي 76، فقربت يعني. الاكسبتنس ريت تمام، اللي هو اللي انا بقبل بسرعه الاوردر، عشان في ناس بتعمل كانسل طبعا غلط جدا. لو عملت كانسل ده بيقلل من البرفورمانس بتاعك، فما بيجيلكش طلبات باكيه كتير. على حسب طبعا انت بقالك قد ايه توصل اوردرز، ده بيديك بريفليج، بيديك افضليه عن غيرك. فانا بحاول احقق ده ان شاء الله في دور داش وفي اوبر، ان انا ابقى من توب بيرفورمر يعني، عشان يجي لي اوردرز كتير، وفي اي وقت اقدر اعمل داشنج يعني، او اعمل اوبرنج يعني. حلوه داشنج او اوبرنج دي. وقت ما عايز انزل في دور داش انزل اعمل داش، او ما ادوس داش ناو يجي لي على طول طلبات اوصلها يعني. لكن اوبر بيفتح لك عادي الابلكيشن، ما بيقولكش ان انت ما ينفعش تعمل دلوقتي تستلم طلبات. هي داش معناها ان انت تقدر تستلم طلبات، يعني انت تنزل تمشي في الشارع بالعربيه، ويجي لك فجاه يجي لك مثلا اوردر، يقول لك روح خد استلم الاوردر من هنا وصله هنا كده يعني. اوبر دلوقتي بيفتح لك الموضوع ده، ان انت عادي تستلم طلبات عادي مفيش مشكله. بس المشكله برضو ممكن ياخد وقت عشان لغايه ما يجي لك اوردر. زي دلوقتي مثلا مستني اهو يجي لي اوردر وما جاليش اوردر، بس ان شاء الله هيجي. انا متفائل خير، وان شاء الله هنحقق ال $150 النهارده. بس انا بحاول ان انا ما ابعدش كتير، فبحاول ان انا الف في المنطقه اللي هي قريبه من البيت، بحيث انه ما اروحش بعيد يعني. وفي نفس الوقت مش عايز برضو ان انا اكون بستهلك بترول كتير وتبقى فلوس دافعها في البترول، فدي غلط برضو يعني. طبعا احسن توفير الواحد لو معاه عربيه اللي هي هايبرد، عربيات تسلا وكده، تكون عربيه الكتريك احسن، اكيد هتبقى فيها توفير بشكل جميل جدا يعني. قعدت مستني يجي لي اوردر من اوبر لفتره كده طويله، حوالي نص ساعه دلوقتي من وقت ما قلت لكم من شويه، وما جاليش اي حاجه. فقعدت الف شويه رايح جاي، بعد كده لقيت على دور داش الحمد لله رضيوا عني يعني. لقيت بيقولوا لي في يعني اقدر اعمل داش ناو، فعملت داش ناو، قالوا لي لحد الساعه 1:30، فالساعه دلوقتي 12:30، فقدامنا ساعه. حلو قوي، جميل جدا. فجالي اوردر راح استلمه دلوقتي من ياشونيا. طيب وصلنا على ياشنويا جابانيز كيتشن الحمد لله. بعد ما استلمت الاوردر ده، هو الاوردر ده ب$4 و50 سنت يعني، فبعد ما استلمت الاوردر لقيت جالي اوردر تاني من مكان تاني نفس الطريق يعني، على طريقي، لقيته بكام؟ $6. فحلو، $10 حلوين يعني. بصوا ده المكان. طيب استلمنا الاوردر ودلوقتي رايحين نستلم الاوردر، وجالي كمان زي ما قلت لكم اوردر تاني من ويكد برجر، فدلوقتي رايح على ويكد برجر. المكان يبعد 5 دقايق من هنا. هنروح دلوقتي ناخد الاوردر بتاع ويكد برجر، وبعدين نتجه لللوكيشن. اعتقد يعني نفس الشخص اللي طالب من يوشينيا طالب كمان من ويكد برجر. ووصلنا عند ويكد كاو، يلا ندخل جوه نستلم الاوردر. ده ويكد كاو برجر. Let's go inside. واستلمنا الاوردر، ويلا بينا نتجه للمكان. شوف المكان فين. كونفيرم بيك اب. لا مش ارايفد. طيب المكان 6 دقايق من هنا. حلو قوي، يلا توكل على الله. يعني السؤال هنا هو ربنا كان ينفع ان هو يعصمه وينزع حظ الشيطان منه من غير ما يحصل التفصيله دي ولا لا؟ كان ممكن. طب ليه حصل؟ ده سؤال ايه اللي تفكر كده. دي احد الرسائل انه هو شخص مختلف، بس خلي بالك الموقف ده مع الوقت هيتغير يعني، هيتنسي. اللي مش هيتنسي لما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر، يعني لو انا جيت قلت لك انا ربنا نزع مني حظ الشيطان غير لو وريتها لك، يعني فاهمين قصدي؟ دي هتشوفوا ازاي لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث في الشرع في الوحي، فتلاقي واحد بيرد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاهمين قصدي في المسألة؟ ان هو طب ما هو ليه النبي قال كده؟ ما هو اكيد مش صح، وتلاقيه بيتكلم ويتفلسف على كأن دماغ النبي صلى الله عليه وسلم، فاهم؟ لا انت احذر، انت بتتكلم عن مين؟ ده هو اصلا بينطقش غير وحي، لما بيتكلم شرع بيبقى وحي والله عصمه، فانت ما تحطوش مرتبه اقل مرتبته. اوعى. طيب دلوقتي هي طلب مني ان انا احط الطلب قدام البيت بتاعه، فهحط الاوردر بس ونشوف هيجي لنا اوردر ايه تاني. يلا بينا. لا اتضح يعني مش الطلبين اللي انا خدتهم كانوا نفس الشخص، لا شخص لشخص، فهم عشان في نفس الطريق جنب بعض، فالابلكيشن لوحدها يعني بتاعت دور داش
بتقول لي في اوردر في الطريق تحب تاخده ولا ما تحبش تاخده. فطبعا دي هتبقى حاجه كويسه انك تاخده عشان يعني حلو طبعا كان رايح فيزيد يجي لك 2 اوردرز فيجي لك الفلوس ازيد يعني. فالاول كان اول اوردر كان اول ما قابلته كان $4. بعدين الحمد لله رب العالمين جه $6 تانيين اهم ونص يعني $6 و50 سنت يعني. فساعات انت مثلا تبقى شايف اوردر قليل قوي ويجي لك اوردر تاني في الطريق فتلاقي تمام يعني. وتبقى اوردرز خفيفه يعني قريبه من بيتك قريبه من قريبه من المنطقه اللي انت فيها مش هتبقى سهله بالنسبه لك فحلو يعني. فلما تيجي اصلا بتاخد الاوردر انت بتسيبه قدام البيت وبتصوره بالابلكيشن بيقول لك تيك فوتو وبتعمل سبميت فهو بيجي له رساله على طول ان الاوردر وصل له قدام البيت من غير ما ترن الجرس ولا اي حاجه. بتعمل كده. في كتير جدا اصلا يقول لك ما ترنش الجرس وما تخبطش على الباب وما تتصلش على حسب الشخص. في ناس هتبقى ما عندهاش مشكله انت يعني يبقى وجها لوجه يعني او فيس تو فيس يعني وفي ناس لا مش هتحب ده. فانت على حسب الشخص تعامل على الاساس ده. طب احنا دلوقتي رايحين نوصل الاوردر التاني هما جنب بعض. الحمد لله الشغل فتحت. الحته دي حلوه قوي كلها مطاعم كافيهات ومحلات. هنا هوصل اوردر هنا دلوقتي بس المكان حلو ازاي. حلو قوي صح. فالاوردر هوصله للليزنج اوفيس. فدلوقتي الاوردر ده هوصله للمكتب بتاع العقار اللي احنا شايفينه ده. طبعا الموضوع حلو ليه؟ لان انا اصلا يعني ان شاء الله هشتغل في مجال العقارات بعد كده بذاكر عشان اخد الرخصه العقاريه. فحلو ان انا ايه يعني في دور داش ده او اوبر يخليني اكتشف في الاماكن اللي هنا واشوف البيوت اللي هنا والعقارات اللي هنا واعرف السوق العقاري كويس جدا هنا في كاليفورنيا يعني بحيث ان انا لما اشتغل في المجال ان شاء الله ابقى عارف المناطق كويس يعني. بصوا البيوت دي حلوه ازاي. من الاوبستكلز اللي الواحد بيواجهها ساعات وهو مثلا بيوصل اوردر وبيكون في بوابه. فالبوابه دي طبعا بيبقى ليها باسورد او ليها كود فما بيكونش حاطط لك الكود. وساعات مثلا بيقول لك سيبوا لي قدام الباب. فهي دلوقتي الاوردر ده المفروض هسيبه قدام الباب. فانا جيت بالعربيه لقيت ان انا مش عارف ادخل بالعربيه فنزلت اهو هتمشى لغايه المكان وهسلم الاوردر. فالحمد لله وانا بعمل كده اصلا وانا بتمشى دلوقتي جالي اوردر من اوبر هنا قريب من هنا عشان المكان ده مليان مطاعم حواليا. فدي النقطه حلوه ان انت مثلا تفتح الابلكيشن اوبر ودور داش مع بعض بحيث مثلا ان انت لو ما جالكش اوردر من اوبر يجيلك اوردر من دور داش وما جالكش اوردر من دور داش يجيلك اوردر من اوبر وهكذا تمام. والعكس صحيح يعني. دي حلوه بس في نفس الوقت برضه ممكن تبقى وحشه في حاله ان انت ممكن يعني يجيلك اوردر من هنا ومن هنا في نفس الوقت فيبقى الاثنين مكانين بعيدين عن بعض فتاخر الاوردر لهنا او تاخر الاوردر لهنا. ولكن يعني لو عرفت تظبطها اعملها مفيش مشكله يعني. اهم حاجه انك توصل الاوردر كويس وما تاخرش. دي اهم نقطه يعني مش هيكون فيها اهم حاجه اهم من كده يعني. بصوا المنظر جميل ازاي. واو الحته دي حيويه قوي مليانه مطاعم. انا الاوردر هنا الناحيه الثانيه يعني اعدي الشارع بس اخد الاوردر واجي. فدي حاجه جامده جدا. وده المكان اللي انا المفروض اوصل الاوردر فيه دلوقتي. عاملين قاعده حلوه اهي. بصوا ايه رايكم في السكن ده. انا دلوقتي جوه العماره بدور على الشقه بتاعته. جيت اسلمها تحت في الليزنج اوفيس قالوا لي ما ينفعش هم يستلموا اكل بتاع حد. فدلوقتي رايح اسلمه قدام الباب بتاع بيته شقته يعني. فتمام زي الفل. هنوصل الاوردر وبعدين جالي اوردر تاني دلوقتي كمان مكان تاني جنب بولو لوكو. ما اداليش اي تيبس خالص يعني. في ناس بتبقى يعني ذوق فبيدوا تيبس وفي ناس ما بيدوش تيبس. طبعا كل واحد حر يعني. اللي مش عايز تيبس ما يديش تيبس براحته واللي عايز يدي ما فيش مشكله. ولكن اكيد الواحد بيحترم الشخص اللي بيديه تيبس اكتر لانه ده شخص عارف يعني مقدر تعبك ان انت يعني ضربت مشوار عشان تجيله بالعربيه غير انك تاخد بس الفلوس بتاعت الاوردر يعني. دلوقتي انا رايح استلم الاوردرين بتوع بويو يوكو. عندنا اوردرين اصلا من بويو لوكو يعني. بويو يوكو في اوردرين لشخصين. اهلا وسهلا. الكلب بيهوهو لي يعني. هستلم نفس المكان بويو يوكو هستلم منه اوردرين لشخصين مختلفين. هو حلو ان انا يعني بدل ما امشي بالعربيه حلو ان انا امشي مشي منها رياضه ومنها انه المكان بدل ما هلف بالعربيه واجي المشوار ده كله. هوريكم دلوقتي بويو يوكو فين يعني. بويو يوكو طلع قريب جدا. هعدي الشارع بس وهيبقى قدامي هتشوفوا دلوقتي. هو ده بويو يوكو يا جماعه. طيب دلوقتي استلمنا الاوردرين اهم استلمناهم ودلوقتي هنروح نوصلهم. بيقولوا
ان هو 6 دقايق من هنا، هنمشي لسه لغايه اخر الطريق ده. حلو صح؟ حلوه الرياضه صح؟ جميله الرياضه، جميله جدا. انت علمك ايه وقدرتك ايه عشان تقيم القدر اصلا، مش تقول له صح ولا غلط، تقيم بس. هو ده دي كارثه ابليس، اللي هو لما الله قال له اسجد، هو لما قيم الحكم ده لا مش صح انه يسجد طبعا. انت بتعمل ايه يا ابني؟ هو طالما ربنا قال هيبقى ايه؟ يبقى حق مطلق، مش مثلا صح، هي حق مطلق، هي مستحيل يشوبها نقطه غلط، هي حق مطلق. ابليس نسي بقى مين ربنا وركز في الحكم وقاسه على عقله هو ودماغه هو وعلمه هو، فقال لا انا طين وهو نار وانا نار وهو طين، فبدا تتقيم بناء على ايه؟ بصوا في طلعه كده، بصوا طالعين فوق، طالعين فوق الجبل، تحس انت رايح ايه؟ Drop off on the right. الله اكبر، هم خاطفيني ولا ايه؟ طالعين فين يا جدعان كده يا جدعان؟ هنا ممكن بصوا تلاقوا الحته دي مقفوله كده. وصلنا الاوردر خلاص يا جماعه، وصلنا الاوردرين تمام كده وكده. دور داش قفل، مش عايز يعني دور داش عمل اللي عليه، خدنا منه 10 دولار حلوين اهم. وهنا دلوقتي وصلنا الاوردر في المكان الجميل اللي احنا فيه دلوقتي ده، وبس مستنيين بقى يجي لنا اوردر تاني، فهنطلع من المنطقه دي عشان نروح مكان تاني عشان يجي لنا اوردر تاني. حلو، نروح مكان تاني يجي لنا اوردر تاني. انا كل ده مستني يجي لي اوردر، ما جاليش اي اوردر خالص. انا بتكلم معاك. طيب جالنا اوردر دلوقتي من جامبا جوس. Hello, how are you? I have an order for Tammy. استلمنا الاوردر اهو. الشخص اللي طالب الاوردر ده يعني هي كريمه قوي. الطلب ده الفير 12 دولار، فدي حاجه كويسه جدا، بس هو 11 دقيقه من هنا، فايه يلا نروح نوصل الطلب مع بعض. طيب دلوقتي خلاص كده وصلت الاوردر، وزي ما قلت لكم المفروض التيبس 12 دولار، ودي حاجه جميله جدا. والمكان ما كانش بعيد قوي، يعني المكان كان يعني 11 دقيقة ومكان قريب يعني، فدي حاجة جميلة. دلوقتي الساعة حاليا 3 و22 دقيقة، فيا دوبك أنا مصليتش الظهر، لازم أرجع بيتي أصلي الظهر. هرجع بيتي أصلي الظهر وبعدين أقعد شوية أذاكر، وبعدين نكمل تاني دورداش واوبر، ونشوف هنعمل كام النهارده ان شاء الله. زي ما احنا قلنا احنا عايزين هدفنا احنا نعمل 150 دولار، فباذن الله نعمل 150 دولار النهارده. هنشوف عشان نعمل 150 دولار هنحتاج كام ساعه، هو ده السؤال. طيب انا روحت البيت وغيرت زي ما انتم شايفين كده، صليت الظهر وصليت العصر كمان عشان كان عدا، ودلوقتي وصلت هنا جالي اوردر من ايج اند بيرد. يلا نستلم الاوردر. ايج اند بيرد، يلا بينا. هلو، I have an order for Jonathan. That's like the accelerator at the foot of your... طيب استلمنا الاوردر من ايج اند بيرد، ودلوقتي متجهين للمكان. المكان 10 دقايق من هنا، يلا بينا. عن ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كانت نعمه، واحد لسه فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فانت يعني درس النهارده اقول لك هو ممكن يبقى الواحد كده يتاخد ويتسمع عن مين النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه وشخصيته كان عامل ازاي، احنا ما نعرفوش، ما احتكناش بيه، ولكننا بنسمع طراطيف كده ونبذات عنه عشان نتشوق للهدف الاساسي ان احنا نعرفه. فيجي لك بقى الحديث بتاع يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه انا فرضكم على الحوض،
انا وصلت الاوردر خلاص، برضو قال لي سيبه قدام البيت، فسيبته قدام البيت. ودلوقتي انا بشوف هو يجي لي اوردر تاني. الاوردر المفروض هيطلع لي منه $12، لحد دلوقتي جالي منه بس تقريبا $5 او $6 تقريبا. فمستني لسه الفلوس، يعني لسه ما جاليش التبس. زي ما قلت لكم التبس بتاخد ساعة عشان تظهر، ممكن يبقى اكتر ممكن يبقى اقل، ممكن يبقى نفس المبلغ بالظبط على حسب. فهعرفكم في الاخر عملنا كام في الليلة كلها. بس يعني احنا تقريبا داخلين على 6 ساعات تقريبا شغل. In a quarter mile, keep right onto I-10 West using the right lane. وبيهيئك بقى ربنا سبحانه وتعالى، بيهيئ الانسان. فربنا سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم يجي له رؤيه، ينام يصحى يلاقي الموقف بالظبط وهو زي النور، ويقول للسيده خديجه انا بسمع اصوات وحاسس ان انا جننت اصلا يعني. فربنا كان بيهيئه صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا بقى نقرا حديث طويل، وانا يعني ما اعرفش ملاحظينه ولا لا، بس انا احب اجيب نص الحديث واحب نقرا عشان يعني ايه نعيش مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والسنه. لان احنا من عيوبنا الكبيره ان احنا يعني عندنا علاقه شويه مع القران بس ما نعرفش حاجه في السنه. يعني ايه اعظم كتاب بعد القران؟ البخاري. حد كان يقول البخاري؟ البخاري. طب انت قريت البخاري ده كده؟ لا. يلا جايين نستلم اوردر من هنا دلوقتي من وينج ستوب. ده المكان اللي هنستلم منه الاوردر. ده بيعمل وينجز، بيعمل وينجز بكذا فليفرز مختلفة. ده وينج ستوب. طيب استلمنا الاوردر اهو من وينج ستوب، ودلوقتي هنروح نوصله. قدامنا 10 دقايق بالظبط ونوصله. يلا بينا. لسه وصل الاوردر دلوقتي، والساعة دلوقتي 6:44 دقيقة، والحتة اللي انا ماشي فيها دي حتة جميلة قوي. لحد دلوقتي $51 عامل، ف $13 هيجولي من الاوردر ده، والاوردر اللي قبله كان $12. فحلو لما يكون يعني حلو يكون 13 12، حلو الارقام دي يعني هتفضل كده على طول، حلو قوي. فدلوقتي انا شكلي هروح الجيم من الساعه 6:46. بقالنا حوالي 6 ساعات، وعملنا 6 ساعات دول لحد دلوقتي يعني ممكن $60 حاجه، $60 تقريبا يعني كله مع بعض، بالدور داش واوبر مع بعض. بس خليكم معايا وهقول لكم اللي هيحصل معايا ايه. بقالي يا جماعه يعني عايز اقول لكم ساعة قاعد يعني بحاول يجيلي اوردر، ما جاليش ولا اوردر خالص. اوبر مفيش ولا اوردر خالص. فاتح الابلكيشن وعامل ان انا دلوقتي شغال، مفيش ولا اوردر بيجي خالص. انما التاني دور داش مش عايز اصلا يخليني ان انا اعمل داش اصلا يعني. فمن امبارح للنهارده عايز اقول لكم ان انا امبارح عملت لي $65 من اوبر، يعني اجمالي كله $65 في كام ساعه؟ اعتقد كان في 6 ساعات. 6 ساعات عملت لي فيهم $65 تمام. وبرضه نحط $10 اللي انا خدتهم من دور داش، فيبقى عملت لي $75. لو قسمناهم على لو احنا اعتبرناها 7 ساعات وقسمناهم على 7، خلينا بس نعملها مع بعض. يعني انا دلوقتي هاخد ال75 اللي انا عملتهم دول، نعمل 75 اسمع على 6، يعني الساعة بتساوي 12.5 سنت. $12 و5 سنت دول بتعملها في الساعة لو انت اشتغلت اوبر تمام. هي الفكرة في حاجة، الفكرة ان انت ما بتبقاش عارف انت ايه الاوردرز اللي ممكن تجيلك. يعني ممكن يجيلك اوردر، يعني تلاقي حد مثلا يدفع لك $13، ممكن تلاقي حد يدفع لك $12، ممكن تلاقي اوردر واحد يدفع لك بس $5 $4. فهي ما تقدرش تتحكم فيها. فممكن النهارده مثلا تعمل لك 75، بكره تعمل لك اكتر، ممكن تعمل لك اقل على حسب. بس انت لو قعدت اكتر، اكيد عدد الساعات اكتر، اكيد هيبقى عندك فرصه اكتر ان انت يجيلك يعني اوردرز اكتر. انت طبعا بتحاول قد ما تقدر ان انت تكون في المنطقه بتاعتك، يعني ان انت تشتغل في الحته اللي تكون مشغوله او قريبه من بيتك مثلا، بحيث انك ما تصرفش بترول كتير. يعني اللي هيبقى توفير اكتر لو انت معاك عربيه بتستهلك كهرباء، ما بتستهلكش بنزين، دي هتكون احسن بكتير. الفلوس اللي هتعملها هتلاقي نفسك صرفتها في البترول. يعني امبارح صرفت مثلا، العربيه كانت عايزه فولتها ب $40، فتقريبا انا عملت لي بس بروفيت كام؟ $35 صح؟ فهي الفكره في كده بقى. لو هي اوردرز بيجي لك على طول حلو، بس انت بتسعى ان انت تبقى توب بيرفورمر سواء على اوبر او على دور داش، عشان تقدر ان انت يبقى ليك افضليه عن ناس تانية، ان انت يجيلك طلبات اكتر. وطبعا
وطبعا كل ما تقبل طلبات اكتر كل ما بيبعتوا لك دايما طلبات، لان انت شخص بتقبل طلبات فيبعتوا لك دايما طلبات، عارف ان انت على طول يعني هتبقى مستجيب يعني. فبس حبيت اعيشكم كده معايا التجربه النهارده، اوريكم يعني انت بحيث ان انت تقارن كده وتشوف هل فعلا ده مناسب ليك ولا لا. والله العظيم يا جماعه الواحد من كتر عمال يروح في الشوارع بيلاقي نفسه بيفتكر هو رايح في حته ويلاقي نفسه رايح حته ثانيه خالص. على فكره ان انا رايح في حته بعيده عن البيت، لازم رايح في حته قريبه من البيت. المهم الحمد لله والله بجد نعمه والله العظيم. الذاكره دي نعمه بجد. الانسان تخيل الانسان فجاه يعني فقد الذاكره، بقى ماشي كده مش عارف هو رايح فين، مش عارف هو فين اصلا يعني مش عارف يفتكر الطرق، مش عارف يفتكر، يعني تبقى مصيبه يعني. في نافيجيتور ولكن يعني تخيل انت مش عارف حاجه، انت مش فاهم حاجه، تحس انت مثلا تايه، انا فين يا جدعان؟ فالحمد لله رب العالمين بجد على نعمه الذاكره ونعمه الوعي والادراك يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يا رب يديمها علينا نعمه يا رب. المهم انا اللي شايفه يعني هو طبعا واحد بيشتغل الموضوع ده شويه بحيث ان هو يبقى بيدخل دخل لنفسه، وفي نفس الوقت انت بتعمل حاجه تانية، بتذاكر الحاجه اللي انت بتعملها. هنا الحلو في البلد هنا ان انت بتذاكر، يعني تذاكر عشان تحقق اللي انت عايز توصل له. يعني انا مثلا في مجال العقارات، انا عشان كنت بشتغل في مجال العقارات في الامارات بقالي سنتين كنت بشتغل في الامارات، بس ما كنتش دارس يعني، كنت مش بدرسه، انا كنت دخلت على طول مع شركه عقاريه، وهما بقى بيعلموك من تجارب، بيعلموك من شويه كده حصص بيدوها لك، بيدوك الاساسيات، بس مفيش رخصه يعني، مفيش رخصه لازم تاخدها هنا. لا هنا مش اي حد يشتغل في مجال العقارات، لازم يبقى عندك رخصه عقاريه عشان تشتغل. فالرخصه دي عشان تاخدها حوار يعني، بتاخد كورسات وبتاخد مواد تذاكر لها، وفي امتحان تعمله وبتدفع له فلوس كمان عشان تعمل الامتحان دوت، وممكن تسقط فيه فتعمله تاني، فربنا يستر يعني. فانا دلوقتي قلت لنفسي كفايه كده بصراحه، انا بقالي ساعه اهو عمال الف مفيش اي فايده، فارجع البيت اذاكر احسن. طبعا غير ان انا بقعد اعمل فيديوهات، يعني لو متابعيني عارفين انا بعمل فيديوهات لقناتي انا ورنا اللي هي علي اند رنا فلوجز. الواحد بيشتغل شغل فريلانس اللي هو ريموتلي. دلوقتي شغل ريموتلي من الشغلانات الحلوه قوي، شغل الريموتلي الواحد يشتغل من البيت. بس ده طبعا ده عشان تلاقيه هنا في امريكا يعني محتاج شويه تقدم في كذا حته كتيره، فانا مقدم في كذا حته. ادعوا لي كده ربنا ان شاء الله يكرم يعني لحد ما ابدا اشتغل في مجال العقارات، يعني لحد ما اخلص الرخصه العقاريه. شغل الريموتلي بيبقى كاستمر سيرفيس، بيبقى سيلز كده يعني، تشتغل من البيت وبتعمل كاستمر سيرفيس او بتعمل سيلز يعني. فبحاول اشتغل ريموتلي عشان لو هننزل مصر ولا حاجه مش عارف اشتغل من مصر، لو هشتغل في مصر يعني ما بعرفش اشتغل من هناك. بس لو حد يا جماعه يعرف بجد يعني فرص الشغل حلوه، طرق فعلا دخل كويسه، تكون فعلا مضمونه، ما تكونش ولا تسويق شبكي ولا حاجات اللي هي لازم ندفع فلوس فيها عشان الواحد يعمل فلوس. لا عايز حاجه فعلا الواحد يدي فيها وقت ويجيله دخل يعني منها. قولوا لي عليها يا ريت في التعليقات تحت. وبس يا جماعه انتوا قولوا لي كده شايفين $75 في 6 ساعات حلوين ولا وحشين؟ وشوفوا الفيديوهات التانية برضو بتاعت دور داش واوبر التانية عشان تقارنوا وتشوفوا برضو هل الموضوع مناسب بالنسبه لكم ولا لا. ولو اول مره تشوفوني انا علي ضياء الدين، ومن خلال القناه هنا وحساباتي دايما على السوشيال ميديا دايما بحب ان احنا نتعلم مع بعض ونستفاد مع بعض في حاجات كتيره جدا. فهتلاقوا محتوى تعليمي ديني باذن الله، وتجارب حياتيه بتعيشوها معايا باذن الله كفلوجات. فلو الفيديو عجبكم مش هوصيكم باللايك وبالشير والاشتراك في القناه لو انت لسه ما اشتركتوش في القناه. هتلاقوا فيديوهات موجوده تحت في الديسكربشن لو حابين يعني تاخد لكم لفه كده عليها، دي حاجه تساعدني وتشرفني اكيد. ولو عندكم اي اسئله في الحقيقه انا في امريكا عايزين تعرفوا اي حاجه هنا تبقى في التعليقات تحت. واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد في مكان جديد قريب جدا باذن الله. مع السلامه.